كشفت يومية المساء نقلا عن مصدر مطلع أن تعديلات غير مسبوقة ستدخل على القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، حيث يشرف عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على تعديلات مهمة، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية دون استثناء، في حال استيفاء الشروط تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية. وأوضحت اليومية أن الحموشي كلف لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظف الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة، استجابة للتعليمات الملكية التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.